في نهاية 88 أمام كوريا، وكان يذكرني يومها فهد الهريبي. أنهاها يوسف ثنيان أول منفذ، ومصبح وثنيان، وجول، جول سعودي. يوسف ثنيان يسجل أول أهداف. يوسف ثنيان. محمد علي، محمد علي كوجاك أطلقنا عليه. شو نحط له؟ صح ولا غلط؟ نحط صح، نحط صح، نحط صح، نحط صح. وهذا محمد عيع أبو الصدات، أبو الصدات ركلة ترجيحية. محمد عيع، محمد جول. أبو الصدات ما صدها، محمد علي حطها. أيضا بينالتي يسمونها الركلات الترجيحية، مو جزاء، لأن واحد من جماهير بالحربان ترى هي مو جزاء، ركلات. إذن هي بالفعل ركلات ترجيحية لتحدد الفائز في المباراة حسب نظام البطولة. الكرة في الزاوية. من اللي رايح الآن؟ يتمشى ويتمخطر والأعصاب، ويا ويلي أسجل لو ما أسجل، أهله يشوفونه وربعه يشوفونه. وهذا عبد الله سليمان لاعب الأهلي. عبد الله سليمان، صح ولا غلط يا عبد الله سليمان؟ اوقف يا مصبح. الحكم يقول عبد الله سليمان بينفذ، وينفذ عبد الله سليمان، وجول لعبد الله سليمان. ابتسم يا اخي، خلاص سجلت في الاعصاب. واحسب يا فنقاده ومساعد فنقاده. عطنا من اللي بينفذ؟ يوسف حسين. يوسف حسين الامارات. يوسف اصعده. يوسف حسين المدافع البديل لعب بدل عبد الرحمن ابراهيم لاعب نادي الشعب، ويصدها. صدها ابو الصداد ادعيع. ابو الصداد ادعيع. محمد عيع رفع الامل الان باثنين السعودية، واحد الامارات. من اللي رايح الان؟ من اللي رايح؟ هاردلك. هاي كرة القدم، انت ليس تبكي. هاردلك ولا تبكي. من اللي رايح؟ ابراهيم ماطر. كل نادي النصر ورا الشاشة الان. يا ابراهيم ماطر لاعب نادي النصر، كل لاعبي نادي النصر وجماهير نادي النصر خلف الشاشة الان. وين يحطها ابراهيم ماطر؟ وين يحطها؟ حطها وسمع عليها ورجع ابراهيم ماطر، وخطأ، خطوة، 2 3 4، وماطر برا حطها ابراهيم ماطر. والجماهير الاماراتية عادت انفاسهم. ما تبكيش يا مساعد مدرب طبعا. حطها برا ابراهيم ماطر. حطها برا. هاردلك تساوى مع يوسف حسين. حطها برا في الهواء يحدد على راسه. هاردلك. من هو الان الاماراتي؟ الثالثة. خميس سعد. جول. خميس سعد هدف. صدها، لكن استطاع ان تدخل لخميس سعد. جول. خميس سعد جول. شوفوها، شوف، حاول دعي حفظ فيها بالزاوية لكن تدخل المرمى. خميس سعد البديل لاعب الشباب حاول لكن داخل المرمى. جول. اذا تساوى الان اللي راح ينفذ. تساوى الان تيماوي الرابع. جول.
التيماوي لاعب نادي الهلال جول. التيماوي خالد تيماوي من اللي رايح له، عطنا اياه حسن سعيد المباراة الماضية كان سعيد وجاب هدف دخل منتخب. حسن سعيد لاعب نادي كلبة اللي هو اتحاد كلبة، نادي صغير جدا. حسن سعيد عطنا الكرة وعطنا الفينالتي، ركلة الجزاء. حسن سعيد حطها ولا ما حطها؟ الله! ردت من القائم. إذا تبقى الخامسة. هاردلك تعال لاستاد ابو ظبي وحاسب القائم. هاردلك من اللي رايح الان؟ مين واللي بيشوت مين؟ مسعد، خالد مسعد ومصبح خالد مسعد وجول خالد مسعد. خلاص السعودية أبطال كأس آسيا بالترجيحية. السعودية أبطال كأس آسيا بالركلات الترجيحية. مبروك وهكذا حسمها خالد مسعد. إذا مسعد بطل كأس آسيا هاردك الإمارات. وإذا تبقى المباراة بالركلات الترجيحية. سجل للسعودية اثنيان، عبد الله السيبان والتيماوي وخالد مسعد، وأضاع كرة إبراهيم ماطر. وإذا أضاع للإمارات كل من يوسف حسين وأيضا حسين سعيد. ويبقى منتخب السعودية بطل كأس آسيا للمرة الثالثة. وعندما أطلقنا على السعودية أبطال في عام 96 في دولة الإمارات العربية المتحدة. إذن مبروك للمنتخب السعودي، ومباراة كبيرة يخرج منها من قادة إلى قادة فائز في كأس آسيا. ويعيد البسمة وهاردلك منتخب الإمارات، هاردلك محمد العكفوجات، هاردلك الحقيقة منتخب الإمارات الذي وصل مباراة النهائية بجدارة. إذا أصبح منتخب السعودي حسمها. وهذا اللي 100 مليون ألف للجماهير السعودية وللاعبين السعوديين وللإدارة السعودية ولكل من ساهم. وهذا هو الكأس يحمل بيد يوسف ثنيان كابتن ولا